يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا في صحة وعافية. تعالوا بقى نشوف النهاردة هنعمل أكل ايه. أكلة متينة تحفة تحفة تحفة، لازم لها بقى كوباية الشاي المظبوطة عشان نظبط ايه، نظبط الايه الأكلة الحلوة ديت. الأكلة دي بقى اللي يعني كتير قوي يقول لك لا 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 دي صعبة، لا لا ما اقدرش اعملها، لا 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 دي بتاخد وقت وبتاخد غلبة وبتاخد الكلام دوت. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده سهل جدا جدا جدا، والله العظيم ما ياخد منك لا وقت ولا مجهود، طالما انت ظابطه الدنيا ومروقه الحال وقايله كده الصبح الاذكار ومصليه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هنا عملنا ايه؟ جبنا الممبار بتاعنا غسلناه غسله تمام، نقعناه بالميه والدقيق والملح والسكر والليمون وشطفناه شطفه تمام. وبرده بعد ما بشطفه برجع تاني اعصر عليه ليمونه كده كبيره وارجع اشطفه تاني زي ما بوريكي كده بالظبط. هنا بقى طبعا انتوا طبعا فاكرين الشيف مريم بتقف معايا في المطبخ عشان تساعدني. هنا بقى عملنا ايه؟ حضرنا الايه، ضربنا البصل في الكبة بتاعنا، بس توصي كده بشوية بصل حلوين على قد كمية برضو الممبار بتاعك، بس زودي البصل حب. زودنا البصل ومقطعين الخضرة زي ما انتم شايفين. هنحط ايه بقى عشان يطلع معانا الممبار طعمه جميل وتحفة؟ هنحط عليه الملح بتاعنا تمام، كلنا طبعا بنحط الملح. انا بقى بحط ايه؟ بحط ملح، بحط فلفل اسود، بحط الأكلة بقى اللي هتديكي طعم حلو قوي قوي، اللي هو المكون التحفة اللي بيطلع لك الممبار بتاعك طعمه جميل وحلو وما فيهوش لا قدر الله زفارة ولا فيه الكلام دوت. هو الايه؟ النعناع. شفتي بقى كمية نعناع كده في ايديكي كده حلوة؟ طبعا انا هنا طبعا بطلع منه الخشب. النعناع ده انا كنت جايباه من مرسى مطروح. عايزه اقول لك ريحته طبعا فواحه جدا، طعمه جميل جدا. لما بحطه في اي حاجه بجد بجد بيدي الاكل طعم ونكهه حلوه قوي. مفيش غير الملح، فلفل اسود، نعناع. ده انا بالنسبه لي دي مين؟ دي خلطه والدتي الله يرحمها ويحسن اليها. هنا بقى البصل حطيناه طبعا، وحطينا الرز، وهوب حطينا بقى الخضره الحلوه دي. عايزه تطلعي الممبار بتاعك حلو وطعمه جميل، لازم تزودي الايه الخضره. ممكن تقللي في الطماطم شويه، عايزه تضربي الطماطم في الخلاط اضربيها، عاوزه تضربيها في الكبه اضربيها، عاوزه تقطعيها قطع صغيره قطعيها، مفيش مشكله في الطماطم. اهم حاجه الخضره، طول ما الخضره عندك كتيره وباينه كده انها ما شاء الله. وبعدين خلي بالك خلاص بقى الخضره بقت حلوه وجميله. هنا بقى زودنا بقى برضو شويه طماطم كده، كانت متصلصلة عندي يعني. قلت برضو حطي منها كده معلقتين عشان تديله برضو الحمار الحلو، بس هو مش بيحتاج انه يبقى الحمار قوي. حطي بقى حبة زيت كده، بس ايه بقى، اتوصي بالزيت، انا اللي بقولك. طب اتوصي كده بالزيت وجربي، ما تخليش الرز بتاعك ناشف. لما بتعملي الرز بتاعك ناشف بيطلع الممبار بتاعك برضو ناشف. اسمعي كلامي، زودي الزيت وخلي الزيت يبقى باين في الرز، وكلي احلى ممبار وبجد هتدعيلي، والله هتدعيلي. هنا بقى كنت شايفة ان الخلطة بتاعتنا دي كانت محتاجة شوية من الملح، فحطيت ملح، فلفل اسود، نعناع. طب جربي بس حبة كده بالطريقة ديت يعني. لو انت بتحطي مثلا بهارات والكلام دوت، حطي كده حبة على جنب بالملح والفلفل والنعناع بس، وجربي بين الفرق بين الطعم ده والطعم ده. هنا بقى هنحشي الممبار بتاعنا اسهل مما تتخيل. انا هنا طبعا بوريكي انا بمسك البق بتاع الممبار وبدخل بصباعي اللي في النص. يعني انا بمسكه بصوابع الاتنين من ناحية دي ومن ناحية دي، وبدخل بصباعي اللي في النص. عايزه اقول لك والله الطريقه دي جميله قوي وسهله قوي وما بتاخدش مني وقت. بس خلي بالك انا عاوزه منك ايه. طبعا انا دايما كلامي مع العرايس اللي هم لسه في المطبخ بيقولوا ايه،
يا دوبك ألف ب. طبعا عارفة بقى ان طبعا الكل شاطر والكل اشطر مني كمان، لكن احنا بنعمل بس لعملية ان احنا ممكن نكون بنشجع بعض، ممكن بنوري العرايس الجداد الوصفات. في برضو بيبقوا مش عارفين الوصفات كويس، فيعني احنا عملية مساعدة مش اكتر والله ولا اقل، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. وطبعا ربنا يدي الجميع الصحة والعافية. هنا بقى زي ما بقولك ما تمليش المبراية بتاعتك، خليها متهوية عشان ما تفرقعش في المية بتاعتك. هنا خلاص بفضل الله حشيت كل الممبار ما شاء الله. هنا بقى المية بتاعتك طبعا لازم تغلي. ليه؟ علشان لما تنزلي الممبراية تقفل من ناحيتين، تقفل البق بتاعها من الناحيتين عشان الرز ما يخرجش منها. وهنا بقى بتنزلي عادي زي ما انتي طبعا شايفة. وبعدين لو المية طبعا كتيرة بتنقصيها، عشان طبعا هو لما بيغلي برضه بيفور وبينزل على البوتاجاز، فحاولي ان انت تنقصي المية شوية وخليها على جنب، ربما تحتاجيها. لو هو مثلا بدأ المية بتاعته تقل، ممكن تزوديه من الكمية اللي انت سبتيها. هنا بقى بحط هنا برضه شوية ملح. تمام، زي ما بقولك هو مش بيحتاج غلبة ولا بيحتاج مجهود ولا والله العظيم ولا بيحتاج أي حاجة. كل ما في الموضوع إن الأكلة دي بتبقى حلوة وجميلة. وبجد إحنا كل فين وفين طبعا بنعملها، مش بنعملها طبعا دايما، لكن لما بنيجي نعملها صدقيني طالما انت غاسله الممبار. انا بالنسبه لي بصراحه بجيبه من عند بتاع الحاجات ديت متنضف. وطبعا بقى بغسله زي ما قلت لك، بنقعه بقى بالدقيق والملح والميه والسكر والليمون، وارجع اشطفه تاني واعصر عليه ليمونه واسيبه شويه، وبعد كده اشطفه واحشي على طول. هنا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. جبنا الحله بتاعتنا حطينا فيها معلقه صغيره جدا من الزيت. ليه؟ علشان دي لحمه الراس. طبعا لحمة الراس برضو انا شطفاها تحت الحنفية بتاعتي. وهنا بقى زي ما قلت لك معلقة زيت بسيطة، هي طبعا بتبقى كلها دهون بس عشان ما تلزقش طبعا في الحلة بتاعتي، لان انا برضو بحب قوي ان انا لما بشتغل في الحلل الألمونيوم. تمام تمام. هنا بقى بفضل اقلب فيها بس بعلي النار علشان تتشوح وما تلزقش برضه في الحلة. بس تعلية النار بتخليها تتشوح بسرعة وما تنزلش المية بتاعتها في السريع يعني. هنا بقى هحط انا خلاص شوحتها. هبدأ بقى احط هحط 7 بهارات. هحط طبعا مش هحط ملح، هحط 7 بهارات، هحط فلفل اسود، احط قرفة. خلي بالك بحط قرفة، بحط 7 بهارات وبحط كمون، وبحط طبعا فلفل اسود. نرجع نقول تاني فلفل اسود، 7 بهارات، كمون. تمام. قرفة عشان طبعا انتوا عارفين القرفة بتتحط مع اللحمة، خاصة لما بتكون فيها دهون زي لحمة الراس. عايزة اقولك بتديها طعم جميل جدا. وحطيت حبهان على فكرة، مش عارفة جت اللقطة دي ولا لأ. ومعاها الحبهان. هنا بقى بصوا بشوح برضو، ما بحطش مية ولا أي حاجة. بفضل برضو أشوح لها يمين كده وشمال لحد لما تدخل فيها البهارات كلها. البهارات اللي أنا بقولك على أنت حابة تزودي بهارات من عندك حطي، ما فيش مشكلة، على حسب ما أنت بتحبي. بس أنا بنصحك بشوية كده صغيرين من القرفة. جربي وشوفي بقى طعم اللحمة بتاعتك هتطلع تحفة تحفة تحفة. هنا بقى حطينا البصل بتاعنا. وهنا برضو حطيت زي ما انت شفت كده فلفل رومي. عندك فلفل الوان حطي، لكن انا كان عندي فلفل رومي اخضر، ما كانش عندي فلفل الوان. هنا برضو الفلفل طبعا هيديها طعم حلو قوي، وهيديها ريحة كمان جميلة قوي. وهنا بقى معانا فلفل واحد بس، فلفل حامي، عشان طبعا انا لو قطعته هيطلع يعني هيخليها تبقى حامية. وطبعا الولاد عندي مش بيحبوا الحاجة تكون حامية قوي، بس أنا باحطه يديله طعم. بعد ما شوحنا خلاص المية تبقى سخنة، اوعي تحطي مية من الحنفية. المية بتاعتك لازم تكون مية سخنة وبس كده. وتزودي يعني يا دوبك تغطيها وسيبيها على نار بقى هادية، ما تعليش النار. هنا بقى دي الفشة بتاعتنا. انا سلقتها زيها زي اللحمة كده، سلقتها وهقول لك هنعمل فيها بس بوريك الاول. الممبار بتاعنا فضل الله اتسلق تمام، وحمرته وحطيت بقى عليه شوية بقدونس كده حلوين، او شوية خضرة من اللي هي كانت بتاعة الخلطة بتاعتي.
وعايزة أقولك بقى طلع معايا تحفة تحفة وطعمه جميل وطري وحلو قوي. زي ما قلتلك زودي بس شوية الزيت في الخلطة وجربي الممبار دوت هيطلع معاكي طعمه ايه. هنا بقى خلاص عملنا الممبار بتاعنا، بس انا عايزة برضو مصممة ان انا اوريلك على قرب علشان تشوفي جمال الممبراية وشكلها الجميل وطعمها طبعا تحفة بجد يعني. يعني انا مش هقولك حلو بقى ولا الكلام دوت، انا هقولك جربي جربي الخلطة اللي انا قلتلك عليها وشوفي طعم الممبار بتاعك هيطلع طعمه ايه، هيبقى في منتهى الجمال. خلاص هنا بقى الفشة بتاعتنا زي ما قلت لكم احنا بنسلقها زيها زي اللحمة، بنحط عليها برضو بصلة وملح وفلفل. تمام. وبعد كده باخدها ارمي المية بتاعتها واشطفها تحت الحنفية، وبعد كده بحطها في الطبق. هنا ده ايه؟ ده بصل وملح وفلفل، دوت بصل وملح وفلفل. انا لازم طبعا اعمل ادعكه بايديا واحط عليه بقى الفشة، طبعا قطعتها قطع صغيرة. تمام. ومعلقة صغيرة كده من السمنة واحطها على نار كده هادية تتشوح زي ما انت شايفة كده بالظبط. هنحطها اهو على النار ونوطي شوية النار عشان طبعا ما تلزقش وتتحرق. ومعلقة صغيرة من السمنة زي ما قلتلك، او اللي عندك، عندك زيت تمام، عندك سمنة، عندك زبدة. دي طبعا زبدة من ايه، احنا طبعا مسيحينها وعاملينها ايه سمنة. تمام تمام. وهنا بقى عليها شوية كده من الايه، من الخضرة. عايزة أقولك هتطلع معاكي تحفة تحفة تحفة، طعمها جميل وعلى نار هادية كده. سيبيها بقى على نار هادية وشوفي بقى جمال الفشة بتاعتك، هتطلع تحفة جميلة جميلة. ومعاها بقى الخضرة طبعا هتدي طعم حلو جدا، وهتدي نكهة وهتدي ريحة وهتدي ليكي طعم حلو قوي مع البصل بالذات. طبعا انت عارفة الخضرة وبصل يعني حاجة كده فاخر من الآخر. عملنا الممبار، عملنا لحمة الراس اهي زي ما انا بوريكي. لحمة الراس خلاص الحمد لله تمام كده. بصوا بقى الجمال وبصوا بقى الريحة، عايزة اقول لكم شمين الريحة معايا مش قادرة اقول لكم. طبعا مع الحبهان مع القرفة، عايزة اقول لك هتطلع لك لحمة الراس دي تحفة، واللي مش بيحبها هياكلها انا اللي بقول لك. وهنا الممبار، هنا لحمة الراس، هنا الفشة بقى بتاعتنا خلاص شوحناها على البوتاجاز مع زي ما قلت لك ملح وفلفل وشوية خضرة كده حلوين. عندك بقدونس ماشي، عندك شبت ماشي، عندك كزبرة ماشي، أي نوع من أنواع الخضرة تحطيها مع الفشة وهي بتتشوح. عايزة أقول لك هتطلع معاكي جميل. لو وصلتي معايا للفيديو لحد المقطع دوت وعجبك ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. طبعا نورتيني في القناة، وتقولي لي ايه رأيك في الأكلة ديت، بتعملوها ولا مش بتعملوها، بتحبوها ولا مش بتحبوها. ولو ما كنتوش بتحبوها او مش كنتوا بتاكلوها طب ما تجربوها. صدقوني لو جربتوها بجد بجد هتعجبكم جدا والله. ويا سلام بقى لو عملتوا عزومة واو هتبقى تحفة. هنا بقى الفشة بتاعتنا بصوا بقى شوية خضرة عليها كده حلوة فوق الوش. عايزة اقولك دوقي دوقي وادعيلي. هي بسيطة جدا مفيش اي حاجة، بتسلقيها زي ما قلت لك زي اللحمة، ترمي المية بتاعتها تغسليها تحت الحوض تحت قصدي الحنفية، وبعد كده بتقطعيها قطع صغيرة وتشوحيها بالايه، ببصلة بملح بفلفل، بتدعكيها كده بايديكي وتطلع معاكي في منتهى الجمال. وده الممبار بتاعنا الجميل، ودي بقى لحمة الراس زي ما قلتلك، وأكلة جميلة وتحفة. يا سلام بقى لو عزمتي عليها حد عمره ما هينسالك الجميلة ديت، أو عمره ما هينسالك الأكلة ديت. أكلة حلوة قوي وجميلة قوي. طبعا بألف هنا وشفا للي جه لي نصيب وكل منها. والحمد لله ربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. ودايما نصلي على الحبيب ونذكر الله عز وجل ونحمد الله عز وجل على نعمه الكتير. صدقيني النعمة بتاعت ربنا دي يعني طول ما انت بتشكري ربنا عليها ربنا عز وجل هيدومها عليكي، ويدوم عليكي نعمة الصحة ونعمة وقوفك في المطبخ ونعمة تعبك والشقاكي. واوعي تنسي ان وقفتك في المطبخ ديت ولا تفتكري انها مش بالثواب، ده بالثواب الأعظم.